صور السيلفي والتي يقوم الأشخاص بالتقاطها لأنفسهم بواسطة هواتفهم المحمولة والكاميرات هوسا لدى الكثيرين. ولم تقتصر صور سيلفي على السياسيين فقط، إنما ظهر بابا الفاتيكان فرانسيس الأول أيضا في إحدى المناسبات وهو يلتقط صورة سيلفي، وكذلك الممثلة الأمريكية ميريل ستريب مع هيلاري كلينتون. نشرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق صورة سيلفي جمعتها بالمشير عبد الفتاح السيسي. وعلقت رانيا علواني على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة سيلفي غير متوقعة وكان يوم عظيم. صورة أخرى التقطتها سائحة روسية مع السيسي أثناء افتتاحه توسعات مطار الغردقة. في واقعة غير مسبوقة نشر أبناء العائلة المالكة عددا من الصور التي تجمعهم بالعاهل السعودي وصورا أخرى تجمع ولي العهد مع المواطنين وأفراد أسرته. اشتهر البابا توادرس بأنه من عشاق السيلفي، ونشر عددا من النشطاء بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل الكنيسة أو خارجها. ديفيد كاميرون واحد من عشاق السيلفي على مستوى العالم، وسبق أن وقع في عدد من المشاكل بسبب هذه الصور. الرئيس الأمريكي باراك أوباما نشر العديد من الصور السيلفي مع نائبه أو مع رئيس وزراء الدنمارك ومع عدد من السياسيين على مستوى العالم. الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، حيث نجح أحد المراهقين في التقاط صورة سيلفي مع الملكة في غفلة من الحراسة المشددة التي تحيط بها. ملك البحرين مع فريق رياضي. ميركل رئيس وزراء ألمانيا نشرت عددا من الصور لها أثناء الاحتفالات في ألمانيا. إبراهيم محلب رئيس الوزراء له واقعة طريفة مع السيلفي، حيث يلتقط صور سيلفي بكاميرا فوتوغرافيا وليس كاميرا الموبايل. الفنانين والرياضيين أبرزهم عادل إمام وأحمد حلمي أثناء أدائه العمرة عقب العملية الجراحية التي أجراها لإزالة ورم خبيث، وأنجلينا جولي وهيفاء وهبي وأبو تريكة.